النهارده هكلمكم على مكان من الأماكن الموجودة في شارع المعز وحمام السلطان إينال. تعالوا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. طبعا قبل ما نتكلم عن المكان محتاجين نعرف مين هو السلطان إينال. هو السلطان الملك الأشرف إينال من سلاطين دولة المماليك الجراكسة، والسلطان رقم 12 بالنسبة للمماليك الجراكسة. ومعنى كلمة إينال الموثوق به أو المؤتمن، ده التفسير على فكرة الصحيح بتاعه، الموثوق به أو المؤتمن. إينال لو نحكي قصته ببساطة، هو أصلا كان مملوك لواحد لخواجة اسمه علاء الدين، وكان معاه أخوه اسمه طوف. تمام. اشتراه الملك الظاهر برقوق. تمام. واشترى أخوه طوف برضه، بس أعتق أخوه طوف ده، وفضل هو إينال موجود مع الظاهر برقوق كمملوك، يعني كعبد. يعني فاهمين القصد إيه؟ بعد كده لما جه الناصر فرج ابن برقوق اللي هو ابن الظاهر برقوق، أعتقد ده له حريته لحد اما اينال بقى ترقى في المناصب، ووصل طبعا لمناصب كتير جدا. والمناصب دي طبعا مش هشرحها لكم، لان طبعا كل حاجه ليها تفسير وهنتعمق قوي. فهو وصل في مناصب كتير لحد لما وصل للايه، للسلطه. لما خلع، كان من السلاطين اللي موجودين، خلع السلطان الملك المنصور عثمان بن جقمة، وهو مسك بعده. والكلام ده كان يوم الاثنين ربيع الاول سنه 857 هجريه. قعد حوالي 8 سنين وشهرين وست أيام في الحكم بتاعه. وبصراحة الثمان سنين والفترة دي كانت فترة بالنسبة في عصره كانت فترة هادية، يعني ما فيهاش صراعات كتير. تمام. وكان قعد حوالي عمر 80 سنة، يعني فضل طبعا عمره 80 سنة لحد لما طبعا لما جاله مرض ومات. فمسك ابنه وتصلى عليه طبعا في القلعة، وخاصة طبعا في القلعة في باب اسمه باب القلة، ابنه صلى عليه. وكان ابنه هو الملك المؤيد أحمد بن إينال، صلى عليه في القلعة. والكلام ده كان قبل العصر بشوية. ودفنوه فين بقى؟ دفنوه في المجموعة بتاعته اللي هي مجموعة السلطان إينال، اللي موجودة في اللي هي صحراء المماليك، اللي هي القرافة، اللي هي طريق صلاح سالم. تمام. يبقى هو ليه مجموعة اللي هي في طريق صلاح سالم، وليه بقى المنشأة اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي ايه، الحمام بتاع اللي هو الحمام السلطان إينال. ده ببساطة اللي هو حاجة سريعة كده على السلطان الملك الأشرف إينال. لكن تعالوا بقى نتكلم على الإيه، الحمامات. وإيه يعني إيه الحمامات، يعني إيه برضو مصطلح الحمامات اللي إحنا نقدر نقول عليه. وتعالوا نعيش وناخد نفسنا كأننا من في العصور، عصر دولة المماليك، ونشوف الدنيا دي كانت عاملة إزاي. مبدئيا كده عايزه اقول لكم حاجه، مبدئيا كده قبل ما اشرح اي حاجه او قبل ما اقول اي حاجه في الشرح بتاع الحمامات، عايزه اقول لكم ان الحمامات دي او الفكر ده كله بيرجع للحضاره المصريه القديمه. يعني كل ده اصله في الحضاره الايه، المصريه القديمه. تمام. واليونان والرومان اتعلموا مننا، فطبعا هم اتعلموا من المصريين، فاخدوا من المصريين وعملوا بقى المنشآت دي او الحمامات دي وطوروا عليها. وخاصة الرومان لما عملوا تقنية التسخين الأرضية بالنسبة للرومان، وخاصة طبعا كان في مدينة الإسكندرية، وطوروا عليه. ولما دخل الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص، وطبعا راح مدينة اسكندرية فشاف المنشآت، ومنها شاف الحمامات الرومانية وأعجب بيها يعني. اتعمل طبعا لما عمل مدينة الفسطاط بتاعته، اتعمل أول حمام موجود بالنسبة في مصر كلها. وكان حمام عمرو بن العاص، حتى كانوا بيقولوا عليه مجازا كده باسم حمام الفار. وحمام الفار يعني بيقولوا عليه كده نظرا اللي هو كان حجمه صغير جدا، حجمه حجم الفار يعني. تمام. وعشان لو قارناه بمساحة الحمامات التانية اللي هي الحمامات الرومانية، هنلاقي ان هو اصلا مساحته ما تجيش لا تذكر بالنسبة للحمامات الرومانية. عشان كده اطلقوا عليه باسم ايه، باسم حمام الفار. لحد لما الدنيا اتطورت، بدأ أي واحد يجي من الولاة وأي حد يجي يعمل الحمامات دي. لأن طبعا الحمامات بالنسبة في فقه الإسلام إيه، في الفقه الإسلامي إيه، الطهارة. لأن الفكرة الأساس عندنا إيه، الطهارة والصحة بتاعت الشخص والنظافة، فده كان أساسي. تمام. ده حتى ان لما مدينه القاهره اتعملت في عهد الخلافه الفاطميه، ان اول واحد عمل حمامات في مدينه القاهره كان الخليفه العزيز بالله. بعد كده الدنيا اتطورت الى لحد لما ايه، المنشآت بقت موجوده، بدأت تنتشر بشكل كبير جدا. طيب، الحمام اللي احنا فيه ده، بمعنى لما بقول اسم حمام السلطان إينال، يعني مش معناه اللي هو خاص بالسلطان إينال يعني بتاع السلطان إينال، لا. هو المنشأة دي تخصه هو، تخصه هو كحاجة ليه، لكن مش تخصه كليه شخصيا. يعني فاهمين القصد ايه؟ لان ده كانت تحت ما تسمى حاجه اسمها الحمامات العامه. يعني ايه الحمامات العامه؟ احنا عندنا حمامات بتبقى حاجتين، حمامات عامه
وحمامات خاصة. اللي أنا فيه ده اسمه الحمامات العامة. والحمامات العامة الشعبية جاية من اسمها، يعني أي واحد من كافة الشعب يدخل، مسلم مسيحي يهودي يدخل، فقير متوسط غني يدخل، لأن كان في ناس من كبار القوم ممكن يخشوا في الحمامات ده، وهنحكي طبعا التفاصيل والكلام ده. فده كان بالنسبة لإيه للحمامات العامة، وعشان بيبقى بيتوفر فيه كل حاجة، كل حاجة بتبقى موجودة متوفرة. اما بالنسبه للحمامات الخاصه، ودي كانت صعبه قوي تلاقيها موجوده في كل بيت. ليه؟ لان الحمامات الخاصه دي محتاجه امكانيات عاليه، تكلفه كبيره جدا، ادوات كتير. المايه ما كانتش بسهوله اللي هي تتنقل زي دلوقتي، المايه زمان كانت صعبه تتنقل من مكان للتاني، ومحتاجه حاجه اسمها المستوقد، وهنتكلم على الكلام ده طبعا. فبالتالي كان صعب تبقى موجوده عند كل البيوت، فعشان كده كانوا بيرجعوا لحاجه اسمها الحمامات العامه. اما ممكن نلاقي حمامات خاصه، ممكن نلاقي حمامات خاصه. كان طبعا الناس الغنية قوي بقى في عندها حمام خاص بأهل بيته، زي مثلا بيت السحيمي كان عنده حمام خاص ايه بيهم او بأهل البيت يعني. تمام. ده بالنسبة للحمامات، يبقى حمامات عامة وحمامات خاصة. وساعات نلاقي حمامات عامة بس تقتصر على فئة معينة. يعني ايه؟ يعني قد تكون حمامات عامة بس تقتصر لفئة معينة. يعني هديكم مثال، يعني كان في حمام من الحمامات اللي موجودة في العصر الأيوبي زي حمام اسمه حمام الصوفية. وحمام الصوفية أن يقتصر على طبقة المتصوفين، لأن كان هو اتعمل جنب الخنقاء بتاعت صلاح الدين. تمام. والخنقاء ده مكان للعبادة خاص بالمتصوفين يعني. فكان جنبهم الحمام المتصوفين ده، فكان بس اللي بيدخلوا كان المتصوفين، يعني مش أي حد مثلا يخش كده. فاهمين القصد إيه؟ فكان ده حمام خاص بإيه؟ بالمتصوفين. فالحمامات عندنا كانت تبقى العامة وتبقى الخاصة. طيب، مبدئيا طبعا احنا واقفين هنا طبعا في اول حاجه، في اول قاعه بتخص حمام السلطان ايناد. لكن طبعا احنا قبل ما بنخش بيبقى في حاجه بتمهد لنا عشان نخش جوه. تمام. طيب الحمامات قبل ما اقول لكم كمان بتبقى اما مزدوجه يا اما منفرده. يعني ايه مزدوجه؟ يعني ايه منفرده؟ مزدوجه يعني ستات ورجاله. مش معناها ستات ورجاله يعني هما مع بعض، لا، يعني قصدي يعني ممكن حمام واحد بس بيبقى مستخدم للرجاله ومستخدم للستات، بس طبعا الرجاله وقت والستات وقت. يعني قد تكون الرجاله مثلا بعد العصر، او بقى في نص النهار بشويه، او العكس، الصبح بشويه، والستات نفس الكلام. يعني كل واحد ليه فترات زمنيه على حسب. تمام. وده بالنسبة للحمام الايه المزدوج. طيب اما بالنسبة للحمام المنفرد، الحمام المنفرد ده اللي بيبقى خاص بايه، ان بيبقى حمام خاص بالرجالة لوحده، وده للرجالة رجالة. وحمام تاني خاص بالسيدات بيبقى قريب منه او خاص منه، يعني جنب منه، خاص بالسيدات بس ليه مدخل من حتة تانية، وده خاص بالسيدات بس. تمام. بس بيشتركوا مع بعض في حاجة اسمها المستوقد اللي بيديهم المية، وده هنتكلم عنه طبعا. فكان بيبقى الحمامات مزدوجة برضه ومنفردة. طيب، تعالوا بقى نشوف بقى الأثر نفسه. احنا اتكلمنا كده بصفة عامة وفهمنا الدنيا. تعالوا بقى نشوف الأثر ونشوف احنا المفروض بنعمل ايه، وكانوا يخشوا ازاي ويعملوا ايه والدنيا دي. أول حاجة بتخش من المدخل ده طبعا خالص، من المدخل ده. تمام. من مدخل الباب اللي مع الشارع. كده كده الحمامات كانت لازم تتعمل على الشوارع الرئيسية، ما تتعملش في حواري ولا في الحتت دي، لازم الشوارع الرئيسية. تمام. بخش من حاجة اسمها المدخل المنكسر. واتكلمنا عن المدخل المنكسر ده قبل كده كذا مرة. تمام. يعني اتكلمنا عنه كتير بالنسبة للمدخل المنكسر ده. والمدخل المنكسر ده بيبقى يعني ايه مدخل منكسر؟ يعني متعرج. يعني متعرج كده، يعني مش مستقيم، يعني مش زي ما بنقول كده مش على بعضه. تحس لو واخد شكل حرف ال، يعني واخد شكل الحرف ال. تمام. وطب ايه يعني ليه بيتعمل لي مدخل منكسر بالنسبة للحمامات؟ لان هنا طبعا كان من الفقه الاسلامي، في الفقه الاسلامي او خاصة فقه العمارة بالنسبة لبناء الحمامات، ستر العورة بتاعت الشخص. فعشان ستر العورة، عشان محدش من اللي بره يشوف اللي جوه. لان طبعا اللي جوه ما بيخش بيقلع اللبس اللي هو داخل منه، بيلبس اللبس الخاص بالحمام، مش بيبقى بنفس اللبس طبعا. فاكيد في طبعا ده كده حد ممكن يبص عليه لو كان المدخل مش بالشكل المنكسر. فاهمين قصدي ايه؟ دي رقم واحد. يبقى رقم واحد بيبقى المدخل منكسر علشان الايه، محدش من اللي بره يشوف اللي ايه اللي جوه. وتاني حاجة بيبقى المدخل وانت داخل بيبقى ضيق، يعني ضيق تلاقيه حتة كده ضيقة، وكأنك داخل في حتة كده ضيقة صغيرة شوية. طب ايه الفايدة؟ عشان طيارات الهواء. طيارات الهواء وانت داخل. تمام.
ما تخشش جوه، لان كان وظيفة الحمام ايه؟ درجة الحرارة، يحافظ على درجة حرارة معينة بالنسبة لجسم الإنسان. لأن لو بطل الشكل ده، أو لو بطل الوظيفة بتاعته اللي هو بالنسبة لدرجة الحرارة أو بخار المية، كده ما يعتبرش من حاجة في الفقه العمارة الإسلامية، وكده ممكن يضر بالصحة بتاعت الإيه؟ الناس اللي موجودة. فاهمين القصد إيه؟ فكان المدخل بيبقى ضيق عشان تيارات الهواء، لأن الشخص اللي كان بيبقى واقف على البوابة، الناس اللي بتخش ساعات بيفتح الباب يدخل تمام ويخرج، فأما بيدخل ويخرج طبعا درجة الحرارة بره، الهوا بره غير الهوا جوه، وانا هشرح لكم جوه بقى كان بيعمل ايه. فبره بيبقى هوا تاني خالص. فالهوا ده لو كانش المدخل ضيق واخد برضو المدخل المنكسر، كان ممكن الهوا يخش يسبب مشكلة لصحة الناس. فلا، عمل لك، شوف الفكر بقى، عمل لك المدخل ضيق ومنكسر عشان الهوا والايه والرؤية. طيب، بنخش هنا، خلاص احنا دخلنا من المدخل المنكسر، بتقابلنا بقى القاعة دي. تمام، دي اول قاعة تقابلنا في وشنا اول ما نخش بالنسبة لايه، لل... للحمام، بالنسبة للسلطان إينال طبعا، واي حمام بصفة عامة يعني. ودي اسمها ايه؟ دي اسمها، ليها كذا اسم بقى. بيقولوا عليها المسلخ، او المخلع، او المشلح، او ال- الفسحة، واحيانا بيقولوا عليها الحوش، واحيانا ليها رسمية بقى تانية اللي هي الغرفة الباردة. يعني ليها كذا اسم، او البراني، او القاعة البرانية، او البراني، القاعة البراني او البرانية. يعني شوفوا التسميات دي كلها، دي كذا اسم كانوا بيطلقوها بالنسبة للقاعة الأولى دي. لكن الشائع أو اللي يتقال إيه دايما، أو اللي إحنا بنقول عليها يا إما المسلخ، يا إما القاعة الباردة، أو الغرفة الباردة، أو القاعة الباردة، أو الباردة، أو المسلخ. والمسلخ المقصود بها أي الشخص الذي ينسلخ من ملابسه. يعني إيه ينسلخ من ملابسه؟ اللي هو بيقلع لبسه يعني. ما هو هنا لما بيخش طبعا بيقلع اللبس، بيلبس اللبس الخاص بالحمام. اللي هو ايه اللبس الخاص بالحمام؟ اللي هو المئزر بتاعه. المئزر اللي هو زي المئزر اللي بيحطه ده، بيربط بيه نفسه تمام لحد الركبة تمام. وساعات بيجيب فوطة كمان بيحطها على ايه، على راسه، بيبقى فيه المنشفة اللي بياخدها والكلام ده. ده اللبس بتاع الحمام اللي هو بيخش بيه تمام. وبيقلع اللبس بتاعه وبيحطه. واشرح لكم طبعا ان الحمام ده كان ليه طبعا نظام اداري، وبقول لكم النظام الاداري. لكن الفكره هو بيخش طبعا، فبيخش في القاعه اللي اسمها المسلخ. والقاعه المسلخ دي بتتكون من ايه؟ تعالوا نوصفها وصف اثري كده بسيط. هي بتتكون من حاجه اسمها درقاعه. درقاعه يعني مساحه مستطيليه تمام، زي ما انتم شايفين. الحته دي اسمها الدرقاعه تمام. الدرقاعه دي بيبقى فيها 4 ايوانات. ادي جزء ايوان واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، وادي الحتة دي 4 تمام. ويبقى ساعات يتوسط القاعة دي بيبقى فيها حاجة اسمها الفسقية. الفسقية زي كده حاجة مدورة كده، أبقى أوريها لكم وأوضحها لكم جوه أكتر لما نخش. بتبقى فيها زي فسقية أو حوض أحيانا، بيبقى فيه نازل منه مية تمام. ليه؟ لأن هنا عشان القاعة الباردة دي، لأن هنا بينزل مية عشان يدي للمكان درجة حرارة معينة. ليه درجة حرارة معينة بقى؟ هقول لكم. لكن في حمام السلطان إينال لو شايفين إن الحوض هنا بيبقى في الجنب، يعني مش في النص، بس أحيانا بيبقى في النص هنا هو في الجنب. فهنا اللي كان بينزل منه درجة الحرارة المعينة بتاعة المية عشان يلطف أو يعمل زي نوع من إيه، من تهيئة الجسم للمكان. لأن زي ما عايز أقول لكم إن الشخص لما بيخش من إيه، يخش من بره، مثلا درجة الحرارة بره في الشارع 30، هو هيجي يخش هنا ما ينفعش طبعا يقلع اللبس ويلبس اللبس ويخش جوه خالص في الحمام خالص، لانه لو اتدخل كده يحصل له حاجه يروح فيها. لا، هو كان لسه بيتهيأ الاول. فبيتهيأ في ايه؟ اللي هو في المسلخ هنا، او في القاعه البارده. فبيبقى درجه الحراره هنا واخده درجه حراره معينه. يعني لو بره 30، قول مثلا جوه هنا 35 مثلا. فاهمين القصد ايه؟ فتبقى هنا تهيئه الجسم الانسان عشان يستعد للمراحل التانية. فما بياخدش وقت كتير يعني ما بياخدش وقت كتير قوي. يعني ساعات ايه، هو وقت صغير بس بيتهيأ وكده. وبعد كده بيبتدي ايه يكمل بقى القاعات بتاعته تمام. طيب، لو بصينا هنا هنلاقي فيه اوض. الاوض دي لايه؟ للناس اللي هي الاغنياء شويه. احنا قلنا ان الحمامات العامه كل الطبقات، غني فقير متوسط، كله. طيب، انا مثلا واحد غني ومرتاح، فمش عايزه اختلط اللي انا مثلا، اما طبعا لما بخش زي ما قلت لكم بهيئ جسمي، اللي انا لازم اتهيئ بدرجه الحراره، يعني اتدرج في درجه الحراره بتاع الجسم، ما ينفعش اخش على طول. طيب، بدل مش عايزه استنى هنا وسط الناس، عايز يبقى ليا مكان خاص اقعد استريح،
بتاع، فبقعد في الاوض دي، واللبس بتاعه وكل حاجه خاصه بالاوض بتاعتي دي اللي هي دي. تمام شايفينها؟ فالاوض اللي انتوا شايفينها دي كانت اماكن برضو خاصه يعني الناس اللي هي الاغنياء شويه يقعدوا فيها، طبعا واحد لوحده، واحد معاه زمايله، على حسب بقى كل فئه مع بعض. تمام. طيب، بيتوسط القاعة دي اللي هي قاعة المسلخ، بيبقى فيها السقف بتاعها بيبقى في حاجة اسمها سقف خشبي، حاجة اسمها الشكشيخة، حاجة اسمها الشكشيخة. الشكشيخة دي بتبقى ده سقف خشبي مفتوح منه شبابيك، زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه شبابيك، وظيفته اللي هو يدخل إضاءة وتهوية للمكان. وعايز أقول لكم حاجة بقى، دي يعتبر المكان الوحيد اللي هو في القاعة هنا، المكان الوحيد اللي بيدخل بتاع ده إضاءة وتهوية. لأن لو دخلنا على باقي الأماكن، القاعات التانية، القاعتين التانيين مش هنلاقي فيها ولا شباك، مش هنلاقي فيها ولا حتى فتفوتة شباك خالص، كله مفيش. وهنفهم حصل ايه او عوضه الكلام ده ازاي. لكن هنا عمل لك لا، هنا درجة الحرارة مع درجة الحرارة المعينة اللي هم عايزين يعملوها، والإضاءة والتهوية، الكلام ده بيحصل لأن كده هو لسه كده كده الشخص داخل من بره، فمفيش أي مشكلة، لسه بيتهيأ، فمفيش أي مشكلة. وساعات بيقولوا بيشرب بعض المشروبات عشان يبتدي يهيأ جسمه أكتر وأكتر. تمام. طيب، أنا خلاص ابتديت أخلص من قاعة المسلخ اللي انتوا شايفينها، أو خرجت من الأوضة خلصت طبعا، أبتدي بقى أخش أخش القاعة التانية اللي هي بخش بقى من المدخل ده. لما دخلنا بقى من القاعة البرانية أو من المسلخ، طبعا احنا بنخش مدخل منكسر تاني على فكرة. يعني احنا هنا بنخش من مدخل منكسر يدخلك بقى في القاعة اللي أنا واقف فيها دي دلوقتي. اسمها إيه؟ اسمها القاعة الوسطانية، أو بيت أول، أو التسمية اللي احنا بنقولها دايما الغرفة الدافية. يعني دي أو دي أو دي. تمام. بس احنا بنقول دايما إيه يعني لما بنيجي نتكلم أو نشرح نقول الغرفة الدافية، الغرفة الدافية. تمام. طيب، انا قلت لكم ايه بقى لو لاحظتوا؟ قلت لكم انتوا اما هتخشوا هتلاقوا الوحيد اللي فيها شبابيك وكده المسلخ. بدأنا نخش جوه مفيش ولا شباك، يعني هو دخلنا هنا في القاعة الوسطانية مفيش ولا شباك، واما هنخش جوه تاني في الحتة دي القاعة الجوانية مش هنلاقي شباك خالص. هنا بقى هيبتدي بقى الوظيفة اللي احنا جايين علشانها، اللي هو الايه، المكان بتاع الحرارة والكلام ده. طيب، القاعة الوسطانية دي كان بيتم فيها ايه؟ كان بكل بساطة هي جاية من اسمها الوسطانية أو الغرفة الدافية. هنا بقى التدرج في درجة الحرارة، برضو نفس الكلام. الشخص هنا بيقعد مكان الاستراحة، بيقعد على المصاطب دي أو المصطبة دي. تمام. بيقعد على المصطبة دي، يبتدي بيقعد على المصطبة دي، هنا بيتدرج برضه في درجة الحرارة، لأنه برضه ما ينفعش يخش جوه على طول، برضه لازم ياخد وضعية الإيه، القاع اللي موجودة هنا. فمثلا لو درجة الحرارة في المسلخ كانت 35 زي ما احنا قلنا، هنا مثلا تبقى 40 45. فاهمين القصد ايه؟ يبتدي يقعد هنا. فدي يعتبر القاعة الوسطانية، هي المفروض اللي ما بين الوسط او ما بين الوسط في الحرارة بتاعتها، ما بين الحمام نفسه من بره من المسلخ وما بين القاعة اللي جوه. تمام. ده بالنسبة للشخص. فالشخص هنا بيقعد استراحة عشان يبتدي يتمهد بقى ويخش ايه، ويخش جوه، اللي هو بالنسبة للقاعة الجوانية. والعكس، يعني ايه العكس؟ الشخص لما بيخلص الحمام خالص، هو خلاص خلص هنا خالص، تمام، وعمل كل حاجة، ما ينفعش اما بيجي يخرج بقى خالص وخلص ما ينفعش يخرج بره على طول، لا، لازم يخرج بقى، يخرج ويقعد هنا في القاعة الوسطانية شوية. تمام. فهي في كلا الحالتين ايه، عشان ببساطة في كلا الحالتين انت كده كده لازم تعدي على القاعة دي وتقعد فيها. يعني في كلا الحالتين خلصت ما خلصتش دخلت بتاع لازم تقعد هنا، عشان برضو بتمهد نفسك في درجة الحرارة. سواء اللي خارج من جوه داخل هنا يستنى، سواء اللي داخل من المدخل، او اللي داخل من المسلخ وجاي هنا يستنى برضو. فدي فايدة ايه، او دي وجود القاعة الوسطانية. وساعات كان بيتم فيها حاجات تانية كتير. تمام. طيب، تعالوا بقى نخش جوه هنا من المدخل. احنا هنكمل بقى، هنخش بقى ونشوف الايه اللي هو بقى القاعة الجوانية، ودي اللي فيها بقى اللي احنا عايزينه اكتر، واللي بيتم فيها للشخص اللي هو عايزه اكتر. فكده احنا نقول ان الحمام 3 قاعات، يبقى المسلخ والوسطانية واللي داخلينه جوه دلوقتي، واقول لكم عليها التسمية دلوقتي. طيب، احنا بقى دخلنا للقاعة رقم 3 اللي هي القاعة الجوانية. احنا خلاص خلصنا اهي، احنا كنا هنا في القاعة الوسطانية، خلصنا دخلنا بقى القاعة الجوانية، أو بيت حرارة، أو الغرفة السخنة. ليها ناسها تسمية بس بنقول عليها دايما الغرفة الإيه؟ الغرفة السخنة. طيب،
لو لاحظنا هنا بقى هنلاقي ان القاعدة الجوانية متكونة من ايه؟ دي بقى اللي هي الاساس اللي انا جاي علشانه. انا خلاص بقى يعني بعد ما كل ده وهيئت جسمي ودرجة الحرارة وصلت هنا بقى القاعدة الجوانية دي بقى اللي بخار المية فيها منتشر أو درجة الحرارة بتبقى عالية. يعني لو بره زي ما قلت لكم مثلا 40 45 هنا 50 55. فاهمين القصد ايه؟ ويبتدي بقى اللي هو انا جاي علشان هو الحاجة الأساسية اللي انا جاي علشانها. طيب القاعة هنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجة اسمها درقاعة. نفس الكلام درقاعة تمام. فيها 4 إيوانات. ادي إيوان واحد اتنين تلاتة أربعة تمام. وبيتوسط الدرقاعة دي اللي في النص بيبقى شكل مثمن الأضلاع كده، بيبقى شكل مثمن، بيبقى فيه نافورة. النافورة دي بتطلع منها المية سخنة. المية السخنة دي عشان طبعا بيستخدموها طبعا عشان درجة حرارة المكان زي ما قلت لكم تبقى قوية جدا وجدا. ده غير الأحواض اللي بتبقى موجودة. ده غير اللي هنا بيتم على الحتة دي عملية التدليك. وطبعا هشرح لكم الكلام ده واشرح لكم المهن الكلام ده بعدين تمام. فده بيبقى توسطه اللي هي ايه الشكل المسمن ده. طيب ولان الارض بتاعه القاع الجوانيه برضو من الرخام. واقول لكم ليه، لان دي ليها وظيفه. طب انا قلت لكم ايه مبدئيا، قلت لكم في الاول خالص قلت لكم احنا داخلين قالوا ان القاعه الوحيده اللي فيها شبابيك اللي هي المسلخ. الوسطانيه ما لقيناش فيها شبابيك، وادي الجوانيه هي ما فيهاش ولا شباك. طيب نسال نفسنا اضاءه. انا عايز ادخل اضاءه للمكان لان الشخص داخل اكيد مش معاه كشاف مثلا. لا انا داخل وانا دلوقتي انا واقف في الحته منوره. يعني مفيش ولا انوار ولا حاجه، يعني مفيش نور صناعي، لا انا لاقي انوار طبيعيه منوره المكان. ده نتيجه بسبب ايه؟ بسبب اللي هو عمل السقف بتاعه بالشكل القباب ده. حاجه اسمها القبه الضحله. يعني ايه القبه الضحله؟ اللي هي واخده نص قبه، يعني متدلعه كده، بنقول عليها نص قبه او هي زي القبه بس هي مش قبه. فنقول عليها كده قبه تمام. طيب القبة الضحلة دي أو القبة دي عمل فيها فتحات. وأقول لكم إيه الفتحات دي تسميتها إيه. عمل الفتحات دي تمام. مع الفتحات دي دخل، والفتحات دي طبعا على فكرة فيها زجاج ملون، يعني فيها إزاز زجاج ملون متغطية بإزاز تمام. دخل الإضاءة الطبيعية للمكان مع لون الحجر بتاع المنشأة نفسه. اتعمل من حاجة اسمها حجر الكلس. وحجر الكلس ده بيبقى حجر ناصع البياض، يعني بياض شديد جدا. فيعمل لك نور، مع النور اللي داخل يعمل لك إضاءة كويسة. يبقى شفتوا الفكر ايه؟ شفتوا الأساس ايه؟ يعني شفتوا عمل ايه؟ يبقى دخل من اللون الطبيعي اللي موجود مع لون الحجر الأبيض الناصع البياض، فعمل لك إضاءة في المكان. طيب الفتحات دي أصلا اللي في السقف اللي في القبة دي كان بنقول عليها إما القماري أو المضاوي. يعني التسمية دي أو التسمية دي يعني بنقول عليها القماري عشان واخدة شكل مدور زي القمر يعني تمام. فبتدخل الإضاءة. وبنقول عليها المضاوي عشان هي مكان وسائل من وسائل الإضاءة. وأحيانا بتبقى الشكل مدور، يعني بتبقى واخدة أشكال مختلفة هندسية. يعني مش شكل تبقى مش يعني دايما مش تلاقيها شكل مدور، بتبقى واخدة أشكال تانية كتير. تمام. وبتبقى طبعا زي ما قلت لكم متغطية من الزجاج، يعني مش ما فيهاش فتحات. لأن الوظيفة الأساسية في المكان إيه؟ إن ما ينفعش هواء يخش هنا. لان لو في هواء دخل يبقى انت كده اخليت بوظيفة المكان. وكده المكان يبقى مكان باطل ما ينفعش يكمل فيه. وده في الفقه العماري تمام. فاهمين القصد ايه؟ فهنا الايه اللي بتبقى متغطيه من الايه من الزجاج، والاضاءه بتخش زي ما قلت لكم. طيب هنا واحد يبدا يسال بقى، يقول لك طب الله، طب انا خلاص انت حليت لي مشكله الاضاءه والتمام وانا عرفت والاضاءه تمام جدا. طب دلوقتي درجه الحراره بتبقى عاليه وانت بتقول مثلا قد تصل ل 55، ده على حسب يعني مش اكيد مش بالظبط يعني. طيب لو درجه الحراره عاليه وبخار الميه والكثافه دي، مش ممكن الشخص اللي يخش جوه يحصل له ضيق تنفس يموت؟ اقول لك اه، ده بكل بساطه طبعا. لو احنا فكرنا او احنا بنسال نفسنا السؤال ده، يقول لك ده لو شخص دخل جوه. وطبعا احنا متخيلين بقى احنا عايشين بقى في عصر المماليك، فلو داخلين جوه ودلوقتي بنشوف الكلام ده ممكن بقى مع بخار الميه ضيق تنفس يموت فيها. طب يقول لك هم ازاي حلوا ده؟ حلوا بقى الفكر ده ازاي؟ شوفوا بقى البناء. ما هو مفيش شبابيك ولا اي حاجه. من حاجه اسمها، بص عملوا ايه، حاجه اسمها الحيز الفراغي. يعني ايه الحيز الفراغي او النسبة في الفراغ؟ يعني ايه؟ بص، ما بين الأرضية والسقف عمل الارتفاع ده اللي هو الحيز الفراغي ده اللي انا قصدي عليه ما بين الأرضية والسقف نفسه تمام. فلو لاحظنا لو بصينا هنلاقي ان ما بين الارتفاع ده لما قاسوه ما بين ده وصل ارتفاع 6 متر. يعني حوالي الارتفاع ما بين الأرضية والسقف حوالي بالظبط بالقبة طبعا 6 متر تمام.
فلما قالوا 6 متر ده ارتفاع كويس جدا بالنسبة للحمامات البوابة، ده شكل ارتفاع عالي، فالارتفاع العالي ده بيقلل الكثافة بتاعت بخار المية. لأن لو السقف ده لو كان واطي شوية ومفيش القباب الضحلة أو أيا كان، هنلاقي إن لو كثافة المية كانت بخار المية لو اتجمعت في المكان فعلا كانت هتسبب اختناق. لكن شوفوا بقى الفكر، هو لا عمل الحيز الفراغي تمام ده، فالحيز الفراغي الكبير ده ما بين السقف 6 متر، فعمل لك نسبة ايه، نسبة التهوية بشكل كويس. ده بالإضافة لإيه، إن توسيع القاعات نفسها عمل درجة تناسب ما بين الحرارة والرطوبة. توسيع القاعات نفسه برضه ساعد إن فكرة إن بخار المية يقل، لأن هو ما عملكش قاعة صغيرة ضيقة. تخيل أنت داخل هنا، دي أهم قاعة، خلي بالك. فالقاعة اللي أنا داخلها دي لما أعملها عمل إيه اللي خلى فكرة البخار المية بتاعها يقل أكتر، توسيع القاعات ده، غير إن القاعات مفتوحة على بعض. يعني نلاقي إن القاعة الجوانية مفتوحة وسطانية أهي داخل منها على طول، تمام. فمن داخل منها وداخل منها على التانية، فده يعمل لك إيه، يعمل لك برضو تناسب في الحرارة والرطوبة، فيقلل لك بخار المية. مش بس كده، ده كمان الرخام ليه دور. هو الرخام كان ايه دور الرخام؟ هو بيلطف من درجة حرارة المكان. حلو. طيب بالنسبة في الحمامات ايه دوره هنا؟ يعني ليه يتعمل بالرخام؟ بالفكرة بكل بساطة علشان البخار بتاع المية برضه. لان ببساطة مع ارتفاع السقف اللي انا قلت لكم عليه، تمام، مع ارتفاع السقف والرخام اللي موجود في اللي هو رخام الارضية، بيبتدي الهواء السخن بيبقى موجود. ما هو الهواء السخن تخيل هو منتشر في الحتة دي. حلو. بيبتدي الهواء السخن بيصعد لأعلى، فبيصعد لأعلى. هنا بيبتدي ايه، بيبقى من السخن يصعد يبقى يبرد، فالحتة اللي كانت مكانها الهواء السخن بتبرد. فاهمين القصد ايه؟ يعني تاني عشان تفهموا اكتر، يعني الحتة دي بتبقى مثلا هواء السخن او بخار الماء بشكل كثيف ساخن قوي، فبيبتدي تصعد لفوق. اما بتصعد لفوق الحتة دي بتبرد، يعني بتبقى رايقة خالص بقى، ده نتيجة للرخاء. فبترجع تتعمل تاني نتيجة اما البخار المية يبتدي يزيد من خلال الأحواض والكلام ده، فاهمين؟ فبيحصل حاجة اسمها ايه بقى، عملية تجديد الهواء. فمن عملية تجديد الهواء بيحصل ايه، من عملية تجديد الهواء ده بيبتدي بقى ان البخار المية او كثافة البخار المية تقل، فبيسمح للشخص اللي هو بيتنفس عادي او بيبقى بشكل طبيعي مش بيحس بأي حاجة. ده غير هو كده كده اصلا كان بيتهيأ بقى في الحمام زي ما قلت لكم، بيتهيأ من الأول لحد ما بيجي هنا، فاهمين؟ فكل اللي انتوا شايفينه ده ساعد ان هو في فقه العمارة او في بناء الحمامات بالذات، ان ازاي يمنعوا فكرة ضيق التنفس تبقى موجودة. طبعا لو لاحظنا بقى ان القاعة الجوانية بيبقى فيها اوض اللي هي الخلاوي، لان ساعات بيبقى فيها مصاطب خاصة لعمليات التدليك بالنسبة للاشخاص، طبعا زي ما قلت لكم الطبقة العالية. وبالنسبة هنا بيبقى فيها حاجة اسمها بقى المختص، وهنتكلم مع بعض هنا بقى جوه عشان نبتدي نشوف ايه هو المختص، وهنبتدي بقى نشوف المية كانت بتيجي منين، لان دي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها مع بعض. تمام، هنبتدي بقى نخش جوه ونشوف مثال كده على المختص ونشوف الدنيا كانت عاملة ازاي. طب دخلنا هنا بقى، احنا خلاص القاعة الجوانية، ومن القاعة الجوانية زي ما قلت لكم فيها الخلاوي وفيها الايه الأماكن اللي فيها المختص. وهو المختص هو اللي هو احنا ده طبعا غرفة من الغرف أو أماكن من الأماكن اللي فيها المختص، تمام. والمختص ده لازم بيبقى واخد شكل عميق، عميق جدا لتحت، يعني واخد شكل عميق ومتسع ويبقى واسع شوية، تمام. يعني ما ينفعش يبقى مثلا ما ياخدش عمق، لا لازم يبقى فيه عمق، لان الشخص لما بينزل جوه، تمام، اما بينزل جوه هنا بيبقى اللي باين جزء منه. طبعا هو بينزل جسمه كله عشان الوظيفه الاساسيه اللي هو جاي علشانها، اللي هو ترتيب الجسم بتاعه، ازاله الاوساخ العالقه فيه، استرخاء اللي هو عايزه والكلام ده، تمام. فطبعا لما بينزل جسمه كله جوه، مش كله يعني، بينزل جوه بيبان حته بس صغيره، فلازم يبقى المختص ده بيبقى واخد الشكل العميق ده، تمام. ويبقى طبعا معمول من الحجر او الاجر، مادة الحجر او مادة الايه الاجر. طيب تعالوا بقى نشوف ايه، او تعالوا مع بعض نشوف المية كانت بتخش ازاي. بكل بساطة احنا قلنا ان خلاص المنشأة 3 قاعات، تمام. واحنا قلنا طيب المية كانت بتيجي ازاي. بالنسبة لحمام السلطان اينال، في حمام السلطان اينال كانت المية بتيجي طبعا، وفي اي حمام بتيجي بحاجة اسمها المستوقد. بس المستوقد ده اللي هو المكان المخصص اللي بيجيب المية عشان توصل هنا، كان بيجي بإيه أو بيتحرك بإيه؟ في حمام السلطان إينال بالنسبة للوثيقة بتاعته والوقف بتاعه، كان في ساقية، والساقية دي فيها بير ومنها بتحرك المية بتوصل لهنا.
ببساطة ازاي اقول لكم؟ يعني كان بيبقى فيه ساقية او بيبقى فيه بير مية، والبير ده بيبقى فوقه ساقية، تمام؟ والساقية دي بتتحرك عن طريق ان كان في مكان مخصص للابقار، وطبعا المستوى ده بيبقى ورا الغرفة السخنة، ما بيبقاش من حتة، مش في القاعات هنا، لا بيبقى ورا، يعني براها مش براها، يعني ناحية منها تانية، بيبقى المستوى ده بوريها لكم، بيبقى من بره كده، تمام؟ وده بيبقى فيه زي ما قلت لكم البير قصاده ساقية، بالنسبة لحمام السوداني بيبقى الساقية اللي بتحركها البقر، تمام؟ طيب المية كانت بتيجي منين أصلا؟ يا إما كانت بتيجي من النيل، يا إما من الآبار عادي زي ما أنا قلت لكم. طيب بتيجي في المستوى ده بيبقى واخد شكل إيه؟ بيبقى واخد الشكل الاسطواني أو شكل مكعب كده، بيبقى متقسم لثلاث أقسام أو ثلاث مستويات. المستوى ده بيبقى ثلاث مستويات، بيبقى منه الجزء المستوى بتاعه الأول بيبقى فيه حاجة اسمها بيت النار، تمام؟ او مكان النار. المكان ده اللي كان بيتولع فيه النار، كان بيتولع النار بحاجه بقدره الفول، عارفين قدره الفول؟ هو ده كان قدره الفول، قدره كبيره كده نحاسيه من نحاس كبيره تولع منها النار. بعد كده بيتقسم لمستوى تاني، بيتقسم لاربع فتحات، والاربع فتحات دي بيتحط فيها اربع اواني او اربع غليات كبيره كده من الرصاص واحيانا من النحاس. الاربع غليات دي بتبقى مربوطة، ركزوا معايا، بتبقى مربوطة بحاجة اسمها أنابيب أو بالبلدي مواسير، تمام؟ المواسير دي أصلا اللي كانت بتاخد الماء من عن طريق البير، يبقى فاهمين القصد إيه؟ طيب ليه أربع غلايات؟ لأن هنا المية بتتدرج بقى، يعني ما بيجيش الماء على طول، هنا المية بتتدرج كده زي السخان كده، بتتدرج واحدة واحدة، بتمشي زي السخان، فاهمين القصد ايه؟ يعني شويه بارد، شويه دافيه، شويه مش عارف، شويه سخنه، بعد كده توصل لدرجه سخنه عاليه، بعد كده توصل فين؟ تبتدي بقى تنزل هنا. شايفين انا المواسير دي، الحته دي مواسير مغيمه بتبقى موجوده في الجدار، ما هي كلها مرتبطه ببعض. الاربع غلايات مرتبطه بالمواسير اللي واصله فيها، الاربع مواسير بالمستوقد مرتبطه بالغرفه السخنه، كلها مرتبطة ببعض، توصل المية، كل بعد الأعمال اللي أنا قلتها لكم دي بتوصل المية، تصب بقى هنا فين؟ تصب في المختص هنا. فيبتدي الشخص هنا ينزل بقى، بيبتدي برضو هنا، عشان كده تلاقوا المية اللي بتنزل تنزل برضو مية متدرجة، بتبقى المية برضو اللي جاية مية متدرجة، ما بتبقاش مرة واحدة. فشفتوا يعني في كل حاجة ليها تدرج، تمام؟ يبقى ده المستوى، يبقى المستوى المكان. طب المكان المخصص لايه؟ اللي انا بشغل منه المنشأة دي. طيب كانوا بيولعوا بايه؟ بصوا بقى، كانوا بيولعوا يا اما عن طريق مخلفات القمامة، وده اوقات مش دايما، خلي بالكم، يعني اوقات. ليه؟ لان مخلفات القمامة ممكن تعمل ريحة مش حلوة، تأثر على الناس، تأثر على ريحة الحمام، فاحيانا ما كانش يستخدموها. يعني الحمامات الكويسة اللي ستايل عالي كانوا يستخدموا يا اما الحقل يا اما فروع الشجر او جذوع الشجر، يعني لان دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجة انيقة او حاجة حلوة مناسبة. لكن المخلفات لا. وساعات كانوا يستخدموا روث الحيوانات، وخاصة روث الجمال، بيستخدموه برضو في توليد اللي هم عشان يولعوا بيه النار. فهمتوا القصد ايه؟ يبقى ده من خلال الحاجات. فمن خلال المخلفات والكلام ده كان الحمام كان ليه وظيفة، يبقى كان بيعمل حاجة اسمها النظافة بالنسبة للأحياء المدن الإسلامية. لأن أنا كده أما بدل ما أتخلص من مخلفات في حتة معينة، لأ أنا بعيد استخدامها في توليد في المستوقد، عشان المستوقد ده اللي بيخلي اللي ينزل المية اللي موجودة في إيه؟ في المنشأة، خاصة في الغرفة الإيه؟ في الغرفة السخنة. ده ببساطة كده اللي هو المستوقد وقاعات الايه؟ الحمام. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف بقى النظام الوظيفي، لان احنا النظام الوظيفي هنبتدي بقى من بره تاني، يعني هنرجع للمسلك تاني، لان عشان همشي لكم بقى في الترتيب والنظام الوظيفي كانت برضو الناس كانت بتبقى موجودة فين، لحد برضو ما نخش جوه هنا عشان نشوف مع بعض النظام الوظيفي اللي كان موجود. طب بالنسبة بقى للنظام الإداري للحمام، كان طبعا هو منشأة زي ما قلت لكم، يبقى فيها موظفين نظام إداري، والمنشأة دي كان بيدفع فيها فلوس، يعني اللي يخش عشان يظبط نفسه وكل ده يدفع فلوس، عكس بقى الحاجات التانية، يعني سواء البيمارستان أو المدرسة أو الأسبلة كله كان مجانا، لكن دي اللي كان بيدفع فيها، تمام؟ طيب بيبقى طبعا على البوابة بيبقى الحارس الخاص بالحمام أو المسؤول على بوابة الحمام، اللي هو بيقفل ويفتح في البوابة، ومسؤول اللي هو يقعد جوه بره، تمام؟ أو يقعد ناحية البوابة، تمام؟ طيب هنا في الغرفة دي شايفين واحنا بنخش في الحتة دي اسمها غرفة المعلم، اللي هو معلم الحمام أو مالك الحمام، وساعات بيطلق عليه اسم الحمامي أو صاحب الصندوق، يعني ليه كذا تسمية.
لكن بنقول عليه غرفة المعلم بتاعت معلم الحمام، وده الشخص اللي هو مالك الحمام او المسؤول عن الحمام بقى بصفة عامة. وده اللي عليه كان بيوفر المئزرات الخاصة للناس، ويوفر الصابون، بالإضافة اللي هو يشرف ويشوف الحمام والدنيا عاملة ازاي. وكمان كان الحمام، خلي بالكوا أنا قلت لكم كان بيخش فيه الإيه، أي حد من الطبقة، لكن طبعا مش كل الناس. ليه؟ لأن كان في ناس عندها أمراض جلدية، في حاجات معينة فممنوع يخشوا، لأن ده ممكن يعملوا عدوى أو يعملوا أي حاجة. فهو كان مسؤول اللي هو الكلام ده يتصدى لكل الحاجات دي. فهو كان بيبقى موجود في الغرفة بتاعته دي اللي انتوا شايفينها في الحتة دي. وكان حتى بيبقى معاه حاجة اسمها تكشيفة القهوة. ايه تكشيفة القهوة دي؟ اللي هو المكان اللي خاص اللي بيعمل فيه القهوة بتاعته، بيفضل قاعد موجود، هو مسؤول على الكلام ده. تمام. يبقى من ضمن الوظائف أول حاجة عندنا يبقى معلم الحمام أو ملك الحمام. طيب، من ضمن اللي كان موجود برضو هنا، او من ضمن الموجود، واحد اسمه الناطور او الوقاف. الناطور او الوقاف ده الشخص المسؤول اللي هو على حفظ الملابس الخاصة بالناس. زي ما قلت لكم، الناس بتدخل تقلع اللبس بتاعها، تلبس المئزر بتاعها. تمام. فهو كان مسؤول اللي هو يحفظ الملابس بتاعت الناس دي، لان طبعا اللبس اكيد بيبقى فيه حاجات فلوس، بيبقى فاهمين القصد ايه، بيبقى فيه حاجات معينة. فهو مسؤول اللي هو يخلي باله باللبس، ويخلي باله بالحاجات اللي موجودة الخاصة بالناس اللي داخلة. تمام. خلي بالكوا الفوط والمناشف والمئزر والكلام ده كان طبعا بتتوفر على حسب حجم الحمام، وعلى حسب اللي بيتردد على الحمام، سواء ناس كتير او ناس قليلين. تمام. طيب، يبقى دي من ضمن الوظائف. طب من ضمن الوظائف التانية، بس دي هنقولها جوه عشان بتبقى خاصة بجوه، وظيفة البلان ووظيفة المدلك او المكيساتي. دي من ضمن الوظائف ودي هنقولها. بس هقول لكم حاجة فيه، كان المزين، يعني المزين اللي هو خاصة بالمزين. المزين ده اللي هو اللي الحلاق بكل بساطة، اللي هو المسؤول اللي كان بيحلق طبعا للناس. تمام. ويظبط لهم الشعر والدقن بتاعهم بكل بساطة. وكان طبعا لازم يكون ايده خفيفة، سريع، مهير جدا، وما ياكلش توم او بصل. وده من الشروط على فكرة، لانه عشان ما يضايقش بقه وريحة بقه، ما يضايقش الناس منه، فطبعا ينفروا منه. دي من ضمن برضو الوظائف اللي كانت موجودة. طب تعالوا نكمل بقى عشان نشوف البلان والمكيسات. طب نكمل بقى الوظائف. عندنا وظيفة واحد اسمه البلان. والبلان ده كان مسؤول اللي هو ينظف الجسم بتاع الرجالة. تمام. ويزيل الشعر منهم. وكان له شروط، يعني هو شرط يبقى شخص بالغ كبير، لأن كان الكلام ده ساعات بيتعمل في خلوة، ما بيتعملش كده. وما ينفعش يبقى صبي صغير. ولو اضطر يبقى فيه صبي صغير، يعني لو اضطر يعني، ما ينفعش يبقى في خلوة، يبقوا في يعني يبقوا في حتة عادية. فاهمين؟ لأن ده برضو بيبقى بيزيل شعر، وفاهمين، والعورة والكلام ده. فلازم يبقى في برضو حدود ونظام، وفاهمين القصد يعني. فده كان من البلان. وكان بيبقى البلان ده يعني بيبقى في الحمام على حسب برضو، يعني ممكن يبقى بعدد معين يعني. طيب، كان من ضمن برضو اللي موجود اللي في واحد اسمه المدلج أو المكيساتي. طيب، بنقول عليه ليه المكيسات؟ المدلج ده من اسمه عشان بيدلك. دي بسيط. طب المكيسات ليه؟ لأنه كان بيحط في إيده كيس من الصوف. تمام. أو من الجلد عشان يدلك بيه الجسم بتاع الشخص، لأن وظيفته هو كان يعمل المساج بقى، كان يعمله في الحتت دي، في الأماكن دي اللي أنا قلت لكم عليها، أو يعمله بقى على المصاطب دي، أو يعمله جوه، على حسب بقى كل شخص في الغرف أو في الخلاوي. تمام. فكان يعمل الإيه بيعمل التدليك الجسم او المساج الخاص بالجسم. ودايما كان يعمله طبعا يا اما بقشر الرمان، وخاصة الاشترى ده اللي هو يبقى ايده تبقى معمولة احيانا بقشر الرمان عشان يشيل الجلد الميت او الاوساخ العالقة بالجسم. تمام. واحيانا ساعات كان بيستخدم، احيانا مش دايما، البقوليات منها يعني كان بيستخدم العدس. واتمنع الكلام ده، هو اتمنع. طالما اتمنع يبقى كان بيتم، يعني كان فيه. فاهمين القصد؟ يعني هو اتمنع يبقى كان فيه. واتمنع عشان ده يعتبر حاجة بتتاكل، فما ينفعش تخش جوه الحمام. فاهمين؟ فبعد كده قالوا قشر الرمان او الكيس الصوفي اللي بيلبسه او اللي يعمل بيه ويدلك بيه الجسم بتاع الايه، بتاع الشخص. طيب،
ده غير العاملين اللي موجودين في الحمام بيبقوا وظيفتهم اللي بيبخروا الحمام، لازم يتبخر، لازم يتنضف الحمام، يتغسل ويتنضف المغطس اللي انا شفته واللي انا وريته لكم، والاماكن دي تتغسل وتتنضف، لان طبعا ممكن شخص مثلا يكون عنده مرض او عنده حاجة فالشخص التاني يروح مكانه على طول، فده يبقى مشكلة. فده لازم الكلام ده يتعمل كل شوية، وتعطيل المكان، ويبقى المكان ريحته ايه، ريحته كويسة. طيب الأماكن دي احنا قلنا كان بيبقى فيها ايه المسؤول أو المشرف بتاع اسمه معلم الحمام. لكن الأماكن دي، الحمامات دي بالذات أو كانت تحت رقابة الدولة جدا، تحت رقابة الدولة، وخاصة تحت رقابة واحد اسمه المحتسب، وأحيانا صاحب الشرطة والوالي، بس بتبقى أكتر من محتسب. والمحتسب ده كان وظيفته اللي هو يراقب الحمامات، كان يعمل دورية كل يوم كده يشوف الحمامات، لأن كان ممكن تلاقي بعض الناس خارجة عن السلوك الغير مألوف. يعني لو هديكوا مثال أو هديكوا حاجة من الحوادث اللي حصلت، إن محتسب قبل كده دخل في مكان من الأماكن في الحمامات، لقى ناس كانت مش لابسة المئزر بتاعها، فعاقبهم عقاب شديد جدا وخلاهم فرجة وعبرة للناس يعني. فكان دايما بيبقى فيه رقابة، لأنه هو بيبقى برضه مسؤول ويوجه العاملين ويقول لهم اعملوا كذا وتضافوا كذا، ويشوف ويوجه الناس ويشوف ايه اللي ناقص، ويطلبوا من معلم الحماية يقول له لازم تجيبه او لازم يبقى متوفر. فاهمين قصدي ايه؟ فكان من ضمن الوظائف اللي هو الايه المحتسب اللي كان موجود. طيب دي كده النظام الإداري بتاع الحمامات. وظيفته، احنا قلنا طبعا الحمام كان اساسه هو صحي او النظافة والطهارة، تمام زي ما احنا اتكلمنا في الاول. بس هل هو الحمام كان قايم على النظافة والطهارة بس؟ يعني مثلا كان قايم على فكرة النظافة والطهارة بس؟ لا، كان يعتبر بمثابة، يعني اقول لك وسائل للترفيه، كأنه نادي اجتماعي، وسائل للترفيه والتسلية بالنسبة للناس، وخاصة للسيدات اكتر. ليه بقى؟ هقول لكم. وسائل الترفيه والتسلية وخاصة للسيدات، لأن الستات كانت طبعا في العصر المماليك، على فكرة الست في العصر المماليك كانت بتخرج، عشان بس ما حدش يفتكر في العصر المماليك أو الإسلام فتبقى محبوسة في البيت فقعد، لا كانت بتخرج بس مش بتخرج باستمرار، يعني هي كانت تخرج وتتحرك وكل الكلام ده. بس بالنسبة لها ما بتخش المنشأة زي منشأة الحمامات، تمام، هي بتخرج طبعا من الخصوصية بتاعتها من الجانب العائلي، لأن لما بيبقوا قاعدين في بيت عيلة، مامتها وباباها معرفش وخلانها فاهمين القصد إيه؟ فهي لما بتخرج بتيجي هنا في الحمامات بتشوف ستات غيرها أو بنات غيرها كتير، فبتتعرف عليها فبتكون علاقات اجتماعية. يبقى بالتالي بوسيلة ترفيه ووسيلة تسلية وتكوين علاقات اجتماعية بالنسبة للستات، والرجالة نفس الكلام، بيجوا يتعرفوا مع ناس تانيين فيعملوا علاقات، يعملوا مصالح مشتركة في نفس الوقت ده. يعني لدرجة إن كان بيتم مصالح تجارية هنا، يعني مصالح تجارية ما بين تجار كبار ممكن تتم في المكان ده، فشوفوا وصلت لإيه. طيب من ضمن الحاجات التانية الخطبة، دي كانت ليها دور مهم جدا، دور رئيسي جدا على فكرة في عصر المماليك. الخطبة دي اللي تخطب للعريس، ودي بكل بساطة كانت ذكية جدا، يعني كانت تقول مثلا اللي هي داخلة الحمام الفلاني ده أو راح الحمام الفلاني ده، فتلاقي البنات من كتر ما تسمع تبتدي تتردد على المكان أو تيجي المكان ده أما يعرفوا إن الخطبة جاية في الوقت ده. طب ليه؟ لان طبعا الخضه بكل بساطه هي بتشوف البنات كلها في المكان، لان كله بيبقى على المكشوف، يعني مفيش حاجه متداريه، فاهمين؟ فهي اما هتوصل بقى للعريس او هتفهم العريس، هتديله مواصفات البنت بشكل كويس، تقول البنت دي كويسه وواحد اتنين تلاته، فيبتدي بناء على المواصفات والمعلومات اللي خدها من الخطبه يبتدي يعجب بيها، فيبتدي ايه، يقدم للخطبه هديه، يقول لها طب خدي الهديه دي اديها للبنت اللي انت شفتيها، لو انت اما تروحي تاني اديها لها عشان نبان اللي احنا، عشان ده ياكد اللي انا موافق عليها واللي انا عايزها واللي انا عايز ارتبط بيها. فدي كانت وظيفه مهمه جدا اللي هي الخطبه اللي كانت بتتم في الحمام، وكانت بتاخد فلوس على فكره، يعني كانت تاخد فلوس من معلم الحمام او المعلمه بتاعت الحمام بالنسبه للسيدات يعني. لان طبعا هي كانت بتدخل رجل كتير، لان طبعا هي ما بتبقى موجوده البنات بتبقى كتير جدا، فبتدخل رجل في الحمام فلوس وبتزيد، فهي كانت ليها اجر يعني، لان لو ما خدتش ممكن تقطع الكلام ده، تقطع ما تخليش حد يجي بعد كده، فاهمين قصدي ايه؟ فكان من ضمن الوظائف الخاطبه. طيب كان من ضمن الحاجات اللي بتتم في الحمام برضه من وسائل الترفيه والتسليه حاجه اسمها زفه الحمام، العروسه اللي بتتجهز وعشان عندها الفرح بتاعها كان تيجي هنا بالعيلة بتاعتها وبتاع، لدرجة إن العيلة بتاعتها ممكن يحجزوا الحمام طول اليوم ليهم،
يعني ممكن يقولوا طول اليوم ان الحمام ده بتاعنا خاص بينا احنا، ما حدش بقى يخش تاني خلاص، لان احنا خلاص حجزنا لبنتنا، فاهمين القصد ايه؟ فخلاص يبقى طول اليوم لحد ما بنتهم تتجهز، فكان يتعمل لهم حاجه اسمها زفه الحمام. وزفه الحمام دي على فكره ليها يعني ليها معلومات كتير جدا وتفاصيل كتير، انا مش هدخل لكم فيها بقى عشان مش عايز اطول عليكم. فكان بس كان بيبقى فيه ناس بتطبل، وناس ماسكة ناس بينشدوا الموسيقى والكلام ده وحاجات تانية كتير. وزفة الحمام دي كان مش بتتعمل للأغنياء بس، كان فقير وغني كله مع بعض، كان لازم يتعمل له البنت وهي خارجة زفة الحمام دي. تمام طيب. كان من ضمن الحاجات زي ما زفة الحمام والخطبة وتكوين العلاقات بشكل كبير جدا. في نفس الكلام بقى الجانب الترفيهي برضه كان بيتم الغناء والطرب، يعني كان ممكن ناس تغني في الحمام، تنشد، مش تنشد أناشيد يعني تقول حاجات دينية، قصدي تنشد تقول بعض الأغاني يعني أو بعض الحاجات الموجودة، فاهمين؟ فكان برضه من وسائل الترفيه والتسلية اللي موجودة. طيب، رغم كل ده، ورغم اللي احنا اتكلمنا ان في وسائل ترفيه وتسلية وتكوين علاقات ومكون علاقات، وكان على فكرة خلي بالكوا كانت البنت بتروح مرة في الأسبوع الحمام، يعني في الأسبوع مرة، وفي المناسبات طبعا على حسب برضو المناسبات، سواء في بقى مولد النبي، العيدين، فاهمين القصد، المناسبات أو الحاجات في مناسبة جواز، عيد، فاهمين الكلام ده بشكل كبير يعني، لأنهم كانوا النظافة والطهارة، وزي ما قلت لكم مش نظافة وطهارة بس، أكتر ما هو ترفيه وتسلية، وكأني رايح نادي اجتماعي يعني، وبعمل علاقات اجتماعية. طيب، رغم كل ده إلا إن كان في جوانب سلبية أو شيء مش سلبي مش حلو يعني، وحاجات تانية كان في طبعا، مش هنخبي على بعض، يعني كان طبعا بيحصل مؤامرات اغتيال وقتل في المكان، ومنها طبعا مؤامرة الاغتيال المشهورة بتاعت المعز أيبك، طبعا مش في المكان ده، هو متقتل في القلعة في الحمام بتاعه في القلعة فوق. فكان أكيد طبعا في الحمامات كان بيحصل فيها مؤامرات اغتيال، ودي كانت حاجة أسهل حاجة عايزين يعملوا يقتلوا حد كان جوه الإيه في المكان هنا في الحمامات يعني. تمام. طيب، كانت السرقة، يعني كان بيحصل إن إن كان بيحصل سرقة في المكان، لأن الشخص لما بيخش بيبقى مثلا حاجات معينة صغيرة، فلوس معرفش إيه حاجة أيا كان، فأكيد واحد متابع واحد مراقبه يشوفه يسرق، لدرجة إن المعلم بتاع الحمام كان بيعاني من المشاكل دي، هو ذات نفسه مكانش يعرف يحل المشاكل دي، لدرجة بيقولك في فترة من الفترات يقولك إن بس مش في الحمام هنا يعني، مش في ده بالذات، بس يقولك فترة في الفترات من ضمن الحمامات يعني كان بيحصل إن سرقوا واحد وقتلوه ورموه في المستوقد بتاع الحمام. المستوى ده قلت لكم اللي هو اللي بره. تمام. فده كان بيحصل بيحصل سرقة. طيب، من ضمن الحاجات كان بيحصل في الفترة سرقة الأطفال بالنسبة للستات، يعني الست اللي لسه والدة بحبة معاها طفلها، تمام، لازم تيجي الحمام برضو، تمام، تعمل النظافة والطهارة بتاعتها. فلما بتيجي طبعا هي ما بتدخلش الطفل القاعة السخنة، ما ينفعش تدخله جوه لأنه لسه صغير هيتخنق، فبيبقى في القاعة الوسطانية كده، لأن درجة الحرارة بتبقى لطيفة شوية زي ما قلت لكم وزي ما فهمتكم. فهي اما بتسيبه هنا طبعا هي بتخش جوه، خلاص بتخش جوه بتتلهي بقى، والدنيا بخار، ما حدش يشوف بعض، والدنيا زحمة زي ما انتوا فاهمين، فيستغلوا، فممكن يبدلوا الطفل بمولود تاني، يسرقوا الطفل، فاهمين؟ فدي كانت مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي كانت بتحصل في الحمامات. تمام. طيب، من ضمن المشاكل كان خناقات ممكن تحصل ما بين اتنين بين اتنين من البنات، يعني ممكن واحدة تتخانق مع واحدة بسبب ان واحدة مثلا ما التزمتش بالشروط بتاعة الحمام مثلا، او ما خلفت بعض الشروط، فتلاقي التانية اتدخلت فاتخانقت معاها، فتلاقي المعلمة بتاعة الحمام يا اما بقى تعرف تحل يا اما ما تعرفش تحل، ده على حسب بقى. تمام. وممكن يحصل خناقة كبيرة جدا بقى لو دورتين، لو واحد متجوز اتنين، فدي عارفة، ان دي عارفة ان دي دورتها، فدي تشوفها فما تصدق يتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة جدا، خناقة من فوق لتحت يعني، فاهمين؟ فتبقى خناقة كبيرة. فكان في جوانب سلبية، كان في جوانب سلبية في الحمام بشكل كبير، في نفس الوقت كان في وسائل للترفيه والتسلية. طيب، من ضمن الحاجات بقى الأمثال الشعبية اللي خرجت من الحمام، هو في أمثال كتير مختلفة يعني، مش شرط، بس طبعا من الأمثال اللي خرجت أو المشهورة عندنا مثلا مثال اللي اختشوا ماتوا، واحنا كلنا عارفين المثال ده، أو يعني إيه عندنا فكرة عنه. وده مثال بكل بساطة إن حصل حريق في الحمام، مش في الحمام ده طبعا، بس في حمام الحمامات التانية يعني اللي كانت موجودة، فحصل حريق.
فكان كان في الوقت ده كان الستات اللي جوه الحمام طبعا كانوا موجودين. فلما حصل حريق الستات طبعا لابسه اللبس الخاص بالحمام، فمنهم اللي خرج بره عشان الحريق. وطبعا الحريق طبعا سرعة اشتعال ليه، لأن المستوقد بيولع النار مع بخار مية، يبقى سرعة اشتعال رهيبة. فاهمين القصد ايه؟ فالستات اللي خرجت قالت احنا يعني لازم ننجو بنفسنا يعني. فاللي خرج، واللي جوه كانت اختشى. اللي جوه اختشى اللي هو يخرج باللبس بتاع الحمام، الستات يعني البنات. ففضلوا في الهيصة والكلام ده، ما عايزين يلبسوا أي حاجة حتى يطلع، ما عرفوش، فاتحرقوا في الحمام. فجه مثل منه اللي اختشوا إيه، اللي اختشوا ماتوا. طيب، في مثل تاني طبعا ما بنقوله دايما يعني في أغلب المواقف، اللي هو دخول الحمام مش زي خروجه. وده ليه تفسيرين، ده ليه تفسيرين اتنين. التفسير الأول إن ليه دخول الحمام مش زي خروجه، لأن الشخص اللي كان بيدخل الحمام عادي، أما بيدخل زي ما قلت لكم بيتهيأ في درجة الحرارة بتاع الجسم وكده، ما بياخدش وقت كبير أما بيخش هنا. طيب، أما بيخلص خالص، هو خلص خلاص خلص هنا من الغرفة السخنة، عايز يخرج بره، ما ينفعش يخرج بره على طول زي ما قلت لكم، لأنه لو خرج هيحصل له حاجة يروح فيها. طب يعمل إيه؟ لازم يخرج للقاعة الوسطانية الأول، ويقعد فترة طويلة يستنى عشان جسمه يهدى، لأنه خارج من درجة حرارة كبيرة. خلي بالكم، يقعد يهدى في أماكن الاستراحة دي، وأنا قلت لكم طبعا وفهمتكم. فيفضل يهدى يهدى يهدى، بعد كده يخرج للغرفة الباردة، يفضل برضو قاعد شوية كمان لحد ما يلبس لبسه يبقى تمام يخرج خالص. عشان كده جه المثل يقولك ده دخول الحمام مش زي خروجه. يعني ده المثل اللي انتشر لك عشان كده الحتة دي. تمام. وفي التفسير التاني، بس ده ظهر بقى في العصر العثماني، ان واحد من الناس في العصر العثماني عمل حمام. فطبعا الحمامات كانت منتشرة، فهو عايز يجيب رجل للحمام بتاعه. فحط يافطة كده، قال لك ان دخول الحمام مجانا. تمام. فالناس لما صدقت قالت الله، ده واحد عمل دخول الحمام مجانا، دي ما حصلتش. فكله دخل، الناس بقى كتير تخش تخش تخش. فالناس كانت تعمل ايه؟ تقلع اللبس بتاعها. فتعمل ايه؟ تقلع اللبس وتحطه. فالراجل المعلم بتاع الحمام او الموجود ياخد اللبس بتاعه، فيجي الشخص يخلص خالص وعايز بقى يلبس لبسه ويمشي. فيقول للراجل فين اللبس بتاعه؟ يقول له لا ادفع. فالشخص يقول له طب هدفع ايه؟ ده انت قلت دخول الحمام مجانا. فيرد عليه فيقول له ما هو دخول الحمام مش زي ايه، مش زي خروج. فده منها التفسير التاني، وده ده ظهر في العصر العثماني. طيب، من ضمن الامثله برضو، ده مثال بس مثال شامي يعني سوري يعني، مثال شوام، اللي هو زي ابائيب الحمام. ده زي ابائيب الحمام. ليه المثال ده؟ المثال ده اتقال لان طبعا كده كده ببساطه ان الشخص لما بيخش الحمام، وخاصه ما بيخش الغرفه السخنه، لازم يبقى لابس قبقاب غصب عنه. لازم يبقى لابس قبقاب ليه؟ لان لو ما لبسش قبقاب ودخل حافي هيقع على راسه خلاص يروح فيها. فكان لازم يبقى لابس الايه، لابس القباب ويخش بيه. طيب، فهو لما بيخش بقى من الغرفة الباردة والقاعة الوسطانية لحد القاعة الجوانية، بيبقى هو مش واخد باله هو هيلبس قبقاب بتاعه ولا قبقاب غيره. فاهمين؟ هو ممكن يلبس اي قبقاب وخلاص. فاهمين؟ يعني ممكن يلبس مثلا قبقاب فردة وفردة ويخش عادي، فردة لون او فردة شكل وفردة شكل تاني ويخش. فاهمين؟ فده دليل بيدل على العشوائية. فده موقف بنقوله ده زي أبائيب الحمام. ده دليل لو في الدنيا عشوائية كده وهمجية، فنقول ده عاملة زي أبائيب الإيه؟ الحمام. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.